سلام الله عليها دفعوا الباب، لاذت خلف الباب ولما أحس الرجس بأن فاطمة خلف الباب عصرها. لما بدأ الإحراق في بادئ الأمر قالوا يا هذا في الدار فاطمة، قال وإن مو مشكلة. طهرة عرضها وينال منها سهم كيد المرجفين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه. أما بعد، معكم أخوكم الشاعر محمد عبد الله المسمري. القصيدة هذا بعنوان قصيدة الفرقة القابضة ردا على شبهات الرافضة. أقول فيها: باسمك اللهم نبدأ بالقصيد، يا حميد ويا شديد ويا مجيد، يا معيد ويا فريد ويا وحيد، يا معز ويا مذل ويا غدوس، مرتجى منجأ وملجأ من لجأ حاشا يرده محرجا، من تضرع بين يده فرجا، ما يرد العبد بالوجه العبوس، كن يكون الشيء لا قله يكون، كل دمعة تسقط لغيره تهون، غير دمع الخاشعين اللي بكون في الصلاة يوم تنحني الرؤوس. أحمدك ما كل قارئ رتلة، واشكرك ما كل حافظ قتلة، يا الذي كرسيه على العرش اعتلى، نجني من النار للضايع غطوس. بعدها بذكر نبينا بالصلاة، ألف صلى الله روحته صلاة، ويل من خالف شريعته عصاه واتبع دين الروافض والمجوس. يلا ارضى على الذي عبدك ترضى، على الذي هم في سمانا شمس بيضة، من نقل سنة محمد يوم قضى بالمحجة نورها مثل الشموس. خصهم صاحب رسولك أبو بكر، ثم سيدنا أبا حفص عمر، ثم ذي النورين عثمان الأقر، ثم سيدنا علي فقه الدروس. ثاني الاثنين أبو بكر الطهور المصدق عندما شع الظهور، حارب الردة وخلى النور باقي من بعد ما صار النكوس. خير أهل الأرض من بعد النبي، طاعها العاقل وولها الصبي، حبها المؤمن وأبغضها القبي من بني رفضون وأصحاب السلوس. ثم بعدها جاءنا الفاروق عمر، ذي أمده ربنا عز ونصر، ذي أذاق الكفر علقم هو مرة وانحنى له الجند كسرى والمجوس. ثم عثمان بن عفان العفيف، من حياء أستحد جند اللطيف، ذي عطى ماله واستبق الرقيف في سبيل الله في الحرب الضروس. ثم رابعهم علي ذي الفغار، الشجاع زوج البتول أم الطهار، أول الفتية من أسلم في الصغار، المحدث والمفقه في الدروس. والله إنها قد فلح من حبهم، ويا خسارة من رضى في سبهم، ويلهم من يوم يلقوا ربهم يوم تدني الشمس لا فوق الرؤوس. ما يكفرهم سوى شخص منافق، جاحد القرآن زنديق ودانق، كذب القرآن والقرآن الصادق، من جحد صدقه فله نار الغموس. ثم بترضى على الأمة الطهورة، خير أزواج النبي حبه نوره، عائشة من خصها الرحمن صورة، برأتها واصبحت مثل الشموس. عرضنا يا عائشة العرضك فدا، وكل روح لجل عرضك تفتدى، لو جثثنا للطيور تصبح قدا، أو يصير الدم يسكب في الكؤوس. مسكت السنة وكانت قابضة للسنان، ثم الشرائع فحافظة، لجل هذا يكرهوها الرافضة من بني رفضون عباد الجموس. ثم نذكر بنت سيدنا عمر، أمنا حفصة بها الاسم افتخر، منبع العفة وتاج للطهر، حبها مغروس فحشائي قروس.